راتب ربة المنزل. منذ دخولي في تويتر أو منصة إكس في عام 2011 أخذت على عاتقي هذه القضية لما لها من آثار كبيرة وكثيرة سواء على الفرد أو المجتمع، وأثرتها في الكثير من المحافل ومن اللقاءات مع السياسيين ومتخذي القرار وغير الكثير من الشباب لدعم وتحرك في هذه القضية حتى أقر راتب لربات البيوت ما يعادل 559 دينار لسن معين وبشروط معينة بقرار من وزارة الشؤون، وأريد تعديل هذا القرار أو إصدار قانون جديد، وسبق عرضه على لجان مجلس الأمة والموافقة على تعديله بما يتناسب مع تكاليف الحياة. الهدف هو منح المرأة ربة البيت راتبا شهريا يغطي التزاماتها للنهوض برسالتها الكبرى والوظيفة العظمى، وهي تربية الأولاد وإدارة البيت والعناية بشؤون الأسرة وتنشئة الأبناء تنشئة صالحة وصحية. وقد صدر في تقارير هيئة الأمم المتحدة أن كل طفل مولود يحتاج لرعاية أمه لمدة لا تقل عن 3 سنوات، وأن فقدان هذه الرعاية يؤدي إلى الاختلالات في الشخصية لدى الطفل ويؤدي لانتشار العنف. فكيف تكون الرعاية ل3 أو 4 أطفال لأم عاملة تكدح في العمل من الصباح إلى قبل العصر؟ الفكرة من إصدار القانون هي زيادة الراتب ليصل من 800 إلى 1000 حسب الشهادة والسنوات، وتخفيض السن اللي الآن يصرفونه على 55 سنة إلى 25 سنة، وبعد تطبيق القانون يكون للمرأة حرية الاختيار بين العمل أو راتب ربة المنزل. وأول فائدة من تطبيق هذا القانون هي راحة الأم والمربية الفاضلة، والثاني اختفاء طوابير بطالة الشباب والأرقام الفلكية في دولة صغيرة مثل الكويت، وسنوات الانتظار التي قتلت طموح الشباب لدرجة أن الوظيفة يحصل عليها بعمر 27 أو 28. كما أن توظيف الشباب بسرعة يؤدي إلى تكوين نفسه ولتعديل وضعه المادي وبالتالي إلى الزواج وتكوين الأسرة والاستقرار العائلي والاجتماعي.